ابقي طلعي اللحمه اللي في التلاجة واسلقيها وحطيها في عيش واعملي عليها شويه فته كده وحطيها في علب كويسه شكلها محترم كده وزعيها على الغلابه. اه، اللقمة. تزيح النقمه. ده كلام امي الله يرحمها. كانت لما تضيق علينا قوي كانت تجيب لحمه وتسلقها وتحطها في عيش وتوزعها على الغلابه. كنت اقول لها ده احنا مش لاقيين اللضا ياما. تقول لي يا عبيط، دي اللقمه تزيح النقمه. وسبحان الله كانت بتفرج. ان شاء الله هتفرج من واسع. يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده، يعني جايه لكم بحاجه حلوه قوي قوي قوي، فيديو من الفيديوهات اللي انا بحبها جدا، المقربه لقلبي قوي. اليوم الحمد لله كان سهل قوي وجميل وكنت فرحانه جدا. يا رب ربنا يجازيه كل خير اللي عمل الاطعام دوت، ويشفي يا رب كل مريض، اللهم امين. يشفي عثمان ابن المغرب، اللهم امين يا رب العالمين، ويتقبل مننا. بجد عايزة اقول لكم الفيديو جميل جدا، اتفرجوا عليه للاخر، في حاجات كتير هنحكي قصة، هحكي لكم قصة حلوة قوي 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 هتعجبكم عن الاطعام. اول حاجة بقى، هنا انا كنت في المزرعة بوريكم، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. رحت اجيب البانيه، وكنت مستعجلة، فكنت حابة ان انا اقطعه، فقلت للراجل خلاص قطعه انت. فهو قطعه لي شرايح كده زي ما انتم شايفين، طبعا انتوا شفتوا في المقطع ده. بيقول لي يعني القطعة كبيرة، الشريحة كبيرة، اقسمها نصين. قلت له لا، اسيبها زي ما هي كده. المهم، قطعت القطعة ليه؟ لان الوجبة كانت هيتحط فيها شريحة بانيه ومخلل ورز خلطة بس، فطبعا مش هينفع ان انا اقللها. وكمان لما تحبي تعملي حاجة خالصة لوجه الله، اعملي حاجة صح، كأنك انت اللي بتعملي حاجة ترضيكي انت. بصي بسم الله ما شاء الله. اصلا ممكن تكون الكاميرا ظالمة يعني الفيديو، بس بحاول بقدر الامكان ان انا اوضح لكم. بصي هنا هو كان بيقطعها، حتى الحتت الصغننة دي، مش دي القطعة، الحتت الصغيرة دي انا ما كنتش عايزاها، بس هو قال لي لازم تبقى موجودة مع الصدور، لان دي حاجة اساسية. ما شاء الله انا كنت جايبة كمية، وبعد كده رجعت تاني جبت كمية تاني يوم. لان انا عملت اطعام يومين ورا بعض، حاجة وحاجة زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. تقطعهم لي، خدتهم بقى البيت، روحت غسلتهم، هتشوفوا معايا كل حاجة. وكمان بالليل، قبلها بالليل، كنت جايبة الحاجات بتاعتي، كنت جايبة المكرونة ولسان العصفور والرز البسمتي والزيت وكل حاجة، والبقسماط والفيجيتار والكريسبي والتوابل، كل أشيائي والصلصة، كل حاجة كنت هحتاجها. فأنا حضرتها من بالليل عشان خاطر أصحى الصبح إن شاء الله أشتغل، وتبقى كل حاجتي جاهزة، ما اعطلش على اي حاجة زي ما انتم شايفين كده. قلت بقى حتى لو انا وقفت على اي حاجة فهتبقى سهلة بالنسبة لي. بس قلت ايه، بحيث ان انا ان شاء الله ابدأ كده واسمي الله، وكل حاجة بقى ايه هتمشي لوحدها بتدابير ربنا. دي اول حاجة. وكمان جبت العلب وجبت كل حاجتي. هنا بصوا، انا بس صورت لكم بس لقطات بسيطة من الاماكن اللي انا روحتها عشان اعيشكم اليوم معايا بتفاصيله. انا جبت العلب اللي هي متقسمة دي، لكن في الوجبات التانية اللي هي تاني يوم جبت العلبة اللي هي العادية المفتوحة. حسيت ان هي اللي متقسمة دي هتبقى صغيرة، صغيرة على الوجبات اللي هي تاني يوم، بتاعت تاني يوم، لان ما كنتش حاطة قطعة بانيه. كنت حاطة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حاجات تانية مع البانيه. بصوا كنت هنا بوريكم القطعة ما شاء الله وسمكها عامل ازاي، ما ينفعش ترفعي اكتر من كده. يعني القطعة لا تبقى رفيعة ولا تبقى تخينة، تبقى وسط وسط، يبقى فيها يعني لحم، ما تبقاش اللي هي فيها الكفر بتاعها وخلاص. زي ما بتاكلي في بيتك لازم تعملي زيه بالظبط واحسن، لان الحاجة دي بتقع في ايد ربنا قبل ما تقع في ايد الحد اللي انتي رايحة تديهاله، او الشخص اللي انتي هتديهاله. طبعا دي بتبقى حاجات احسن واحسن واحسن بكتير. آه، تبقي مهتمية بيها اكتر من كده بكتير، بتعمليها بكل حب، بتعمليها بقى بنية الشفا، بنية ان ربنا يفك الكرب، بنية ان ربنا يوسع رزقك. ايا كان، لو وجبة واحدة كل اسبوع من بيتك هتعمل حاجات كتيرة حلوة جدا، هتقربك من ربنا. ربنا هيضاعفك اضعاف مضاعفة. صدقيني بجد، زي ما قلنا في اول الفيديو، اللقمة بتزيح النقمة. يعني لو انتي لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله في حاجة وحشة جاية في الطريق، فدي بتوقفها على طول، كأنها يعني قوة بتقف قدام الحاجة دي، حاجة انت ما تعرفوهاش. ربنا يا رب يكفينا شر فواجع الأقدار. ربنا لوحده اللي عالم بالغيب.
فيا رب يا رب اللي جاي يبقى احسن دايما لينا وليكم. زي ما انتم شايفين بقى عملت البانيه وغسلته مرة واتنين، وبعد كده حطيته في ليمون وحطيته في ورق لورا وحطيت عليه ملح وحطيت عليه دقيق وحطيت كمان جنزبيل، عشان الجنزبيل بيشيل الزفارة جدا. لو عندك طحينة بتمحيها تماما. طبعا كل ده بقى يعني غير التتبيلة، يعني انا عملت توابل تانية هتشوفوا معايا بقى في الفيديو. هنا الرز البسمتي نقعته، حطيت عليه مية، غسلته وحطيت عليه مية، لازما يتحط بعد في مية نص ساعة او على الاقل خالص ربع ساعة، يتغسل ويتساب في مية. وهنا كنت خلاص سايبه البانيه يتبل، كانت ايدي هنا وايدي هنا. انا هنا في اليوم ده كنت بادئه متاخر، كنت صاحيه متاخر، فكنت بادئه متاخر عقبال ما جبت كمان الحاجه بتاعتي من عند الفراخجي وبدات ان انا اجهز الحاجه. فالمهم تعالوا بقى اما انا احكي لكم قصه حلوه قوي 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 يعني بخصوص موضوع الاطعام ده. وانتوا هتشوفوا معايا كل حاجه بعينيكم في الفيديو، هتشوفوا انا بعمل ايه. اللي انا بعمله اصلا حاجات سهله، يعني كلكم بسم الله ما شاء الله ستات بيوت وشاطرين جدا 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 احسن مني بكتير، بس انا جايه لكم بالفيديو ده بحيث ان احنا يعني ناخد ثواب مع بعض، نتعلم حاجات من بعض، اشجعكم آه، باطعام الطعام لو بوجبه واحده. يعني وجبة واحدة وجربي، يعني تجري مع ربنا، جربي ربنا هيعمل معاكي ايه وهيضاعفها لك اضعاف مضاعفة. حتى لو انتي ما كنتيش اللي عاملة الاطعام ده بفلوسك انتي او من دخلك انتي، كفاية ان انتي كنت سبب، واكيد ربنا بيجازيكي خير الجزاء. آه تعالوا بقى هناخدكم في القصة واقول لكم، عشان بس ما اطولش عليكم. وانا بجهز الاكل كده افتكرت حاجة دايما كنت بسمعها من الكبار: في حاجات ربنا يجعل فيها مفاتيح للفرج، وإطعام الطعام واحد منهم. مش بس صدقة، لأ ده سر من أسرار البركة ودواء من غير روجيتا. يا سبحان الله بجد فعلا. عارفين في ناس بتقوم تطبخ مش عشان جوع، لكن بنية شفا حد قريب منها أو تفريج هم أو ستر من عند ربنا. مرة واحدة، خدوا بالكم من القصة بقى، مرة واحدة من الجيران حكت لي انها كانت بتمر بضيق شديد جدا من مشاكل ومرض يعني ليل طويل ما بيناموش. وقالت لي ما قدرتش اعمل حاجة، فقلت اطعم حد يمكن ربنا يطعم قلبي راحة، يعني ينزل على قلبي الراحة. وبدأت تعمل اكل بسيط، شوية رز شوية شوربة اي حاجة وتوزع. يعني ايا كان زي ما انا كنت بقولك، اي حاجة لو وجبة من بيتك من الاكلات اللي انتي بتاكليها. وفي مرة كده عملت يعني وجبة زيادة كأن ضيف جالك كده وطلعتيها لله. شوفي بقى فرج ربنا ايه اللي هيحصل. وبدأت تعمل أكل بسيط، شوية رز أي حاجة وتحط يعني وتوزعها، تنزل توزعها على الناس، يعني أي حاجة علبتين تلاتة تديهم لصاحب نصيبهم. وتحط في قلبها نية: يا رب اشفي فلان، يا رب فرج الكرب، يا رب اكتب للطبق ده باب رزق. تمام كده. والغريب بقى، الغريب اللي انتوا هتتصدموا ان بعد ايام مش اسابيع الامور بدأت تهدى والقربة بقت فتحت وزي باب نور كده، والمرض خف والقلق راح. ليه؟ لان يا جماعة لما تطعمي حد انتي مش بس بتشبعي بطنه، انتي بتفتحي باب خير لنفسك. بتقولي لربنا: انا عطيتك من اللي انت رزقتني بيه فاعطيني من فضلك. يعني انا طلعت او عطيت من اللي انت رزقتني بيه، عطيت غيري او عطيت عبدك، فاعطيني من فضلك. فبتلاقي فضل ربنا كبير جدا. اول حاجة اطعام الطعام نية عظيمة تقدري تعمليها في اي وقت: نية الشفاء، نية الستر، نية تفريج الكرب، نية إصلاح الحال، نية الرحمة لحد بتحبيه، حد متوفي. وصدقوني ربنا ما يردش حد جايله بنية الخير أبدا أبدا. واللي يطعم الناس ربنا يطعمه راحة وهدوء وشفاء من حيث لا يحتسب. اللهم آمين يا رب يا رب يا رب اجعلنا من الناس دي. فلو عندك دعوة نفسك تتحقق أو دي نفسك يروح، اعملي طبق حتى لو بسيط جدا. خدتي بالك انا قلت ايه؟ حتى لو بسيط جدا، وطلعي منه لقمة لله وافتحي قلبك وقولي: يا رب زي ما شبعت حد اشبعني فرج وشفاء. يا رب زي ما شبعت حد اشبعني فرج وشفاء. وشوفي بقى يعني فرج ربنا عليكي، شوفي ستر ربنا عليكي ورضا ربنا عليكي، يعني وقفة ربنا معاكي. طبعا ربنا ما بيسيبش عباده، بس هتلاقي ربنا يعني
فرجها عليكي بطريقة فظيعة. عندك حد تعبان، ربنا هيشفي الكرب، ربنا هيبقى دايما في بيتك، ربنا هيبقى دايما معاكي، واقف معاكي. يعني انت تخيلي الست بتقول ما كانتش بتنام من الهم والغم والزعل والتعب، وبيتها كان متشقلب. فأول ما فكرت وربنا ألهمها، سبحان الله والله العظيم، ساعات بنبقى في كرب وبنقع في كرب فعلا، وبنبقى خلاص تعبانين جدا ومش لاقيين مخرج، وبنلاقي المخرج ده جه لوحده، يعني حاجة كده وسيطة جت لوحدها. طب بصوا انا هقول لكم على حاجة. اول حاجة يعني انا هحكي لكم قصة ليا انا، يعني ليا انا شخصيا، ولو رجعتوا الفيديوهات بتاعتي هتشوفوني يعني هتشوفوا كلامي ده من كام سنة. انا هنا بقى تبلت البانيه بتاعي، عملت خلطة كده كله على بعضه. اول حاجة عملت ايه؟ عملت يا ستي تبلت البانيه بدقيق. لو عندك لبن رايب، ما كانش طبعا عندي لبن رايب فعملته بلبن عادي، حليب. وحطيت عليه التوابل بتاعته، حطيت عليه 7 بهارات، حطيت عليه قرفة، رشة جنزبيل صغننة، جوزة الطيب دي مهمة جدا جدا جدا، بتخلي الطعم في حتة تانية. حطيت بقى الفلفل الاسود، ده حاجة اساسية، الحاجات اللي هي الاساسية. وكمان حطيت على التتبيلة دي 4 بيضات او 3 بيضات على حسب البيض اللي انتي يعني هتحطيه، 3 او 4. في ده في التتبيلة، ورحت جاية مقلباها كويس، وبعد كده رحت جاية حاطة دقيق. حطيت الدقيق ورحت جاية ضايقاه الدقيق. انتي بدل ما بتحطي البانيه في قلب الدقيق، بتحطيه في قلب الدقيق وبعد كده تحطيه في البيض وبعد كده ترجعيه في الفيجيتار، انسي كل الطريقة دي، بهدله ومرمطه. وفي ناس بتفك منها الكفر، هي مش بيفك بس في ناس بتشتكي. فانتي جربي الطريقه دي مش هتفك ابدا. بصي بقى انتي بتاخدي كده، باخد بالماسك عشان ما بهدلش ايدي، لان موضوع البانيه لما بتاخديه بايدك وتحطي ايدك في الفيجيتار او البقسماط بتحسي ان الموضوع رزل شويه، او يعني التتبيله بتمسك في ايدك فبتضايقك. المهم بقيت اخد كده من الخلطه، شاربه كل حاجه، شاربه الدقيق وشاربة التتبيلة، كله مع بعضه. وكمان عاملة كفر كده حلو. فالكفر عمره ما يفك منك ابدا لو ضغطتي عليه كويس قوي. يعني حطيه في الفيجيتار او البقسماط. ممكن تحطي فيجيتار على بقسماط، ممكن تحطي فيجيتار بس، ممكن تحطي بقسماط بس. البقسماط بس لوحده بيطري وبيغمق، يعني بيخليه طري بس غامق، بيغمق لك الزيت كمان. بقسماط، انا بقول على البقسماط. الفيجيتار بيخليه حلو واللون بس فاتح شويه، ممكن عشان تغمقيه شويه ممكن تحطي شويه فيجيتار، شويه بقسماط بس مش كتير. وممكن تعمليه لوحده وهيبقى حلو. اللي حطيتي بقسماط على فيجيتار هيبقى حلو، هيبقى طري ومقرمش، يعني طري وماسك نفسه مقرمش. كريسبي، هيبقى مقرمش مقرمش يعني، وروعه ومدي شكل حلو قوي. في ناس بتحب كده وناس بتحب كده. انا عملت فيجيتار على بقسماط وعملت كريسبي. بصوا اللون الذهبي الحلو ده فيجيتار على بقسماط. ده حاجه. انا هنا كنت حاطه بقى هنا الزيت، حاطه الزيت، وباخد يعني ايدي هنا وايدي هنا، ايدي هنا وايدي هنا. تمام كده. وعايزه اقولك على حاجه، عشان يبقى طري معاكي، يبقى ما يشربش منك زيت، ما يبقاش ناشف، يعني ما يطراش منك. ناس كتير بتطلع البانيه بتلاقيه حلو متماسك وبعد كده تلاقيه تيري كده، تحس ان فيه زيت. اوعي تحطي على مناديل، اوعي حد يقولك طلعي اي مقليات على مناديل وتعملي كده. مهما كانت هي ايه مناديل هتمتص زيت بس هتطريها. اي حاجة عايزاها تفضل مقرمشة زي ما هي طالعة كده، زي ما هي من الزيت، حطيها على شبكة، حطيها على شبكة تتصفى وبعد كده شيليها حطيها في طبق. اوعي تحطي على زيت ابدا، اسمعي من اختك. هنا بقى ما شاء الله، كنت بعمل الكمية كلها، وكمان الزيت كنت بغيره. يعني لما بلاقيه ان هو عمل كده اروح جايه مصفياه، واخده اللي هو النضيف اللي فوق، واللي تحت دوت بيبقى البقسماط او الفيجيتار بقايا، طبعا بتفضل موجوده فبتتحرق. فلو سبتيها كده وكملتي البانيه بتاعك مش هيطلع ذهبي، هيتحرق. خدي بالك من الحته دي، يعني دايما تخلي بالك. عايزه الحاجه تطلع حلوه وذهبي وكده تغيري الزيت، اوعك تلاقيه داخل على الغمقان وتسيبيه. فالمهم كنت خلصت كل الكمية بتاعتي، بسم الله ما شاء الله. إيه، على قد ما اليوم ممكن تقفي كتير، بس على قد ما بتحسي بعد كده براحة، والله العظيم والله العظيم. على قد ما انا تعبت جسمانيا بس نفسيا مرتاحة مبسوطة. دايما كنت اقول يا رب يا رب افرجها عليا ووسع رزقي، وانا دايما انا اللي اعمل كده من حر مالي انا.
اول حاجة انا كنت بربي فراخ، واول ما بدأت كده في تربية الفراخ، فبعدها على طول في نفس السنة كانت حماتي متوفية. فجيت اقترحت على جوزي ايه رأيك نعمل يعني نعمل مثلا اربي 10 فرخات زيادة ونطلعهم، يعني صدقة جارية على روحها. الموضوع جه كده. عايزة اقول لكم ان انا كنت بادئة ب40 او 50 وجبة، وكنت شاوية نصهم عندي ونصهم بره، وكمان كنت جايبة كفتة. شوفوا انا كنت بادئه ب40، ولو خدتوا بالكم كمان لو رجعتوا الفيديو بتاعي من 4 سنين هتلاقوني الوجبات ما كانتش كتيره وما كنتش عارفه اصور. كنت لوحدي والموضوع كان جديد عليا، وما كنتش عارفه اصور، بس انا صورت على قد ما قدرت. فعايزه اقول لكم ان والله 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 كأنها انكتبت عند ربنا ان انا طالما طلعت مره خلاص. عايزه اقول لكم ان كان ربنا بيبعت رزقها في كل مره وفي نفس الميعاد وفي رمضان، والله زي ما بكلمكم. عايزه اقول لكم ان المره اللي بعدها كانت 100 وجبه. انتوا متخيلين؟ هتقولوا لي منين؟ هقول لكم مش عارفه، من عند ربنا. يعني انا لما بدات اتاجر مع ربنا وان انا اعمل حاجه بنيه يعني افطار صائم، وكمان اعملها على روح حماتي، فربنا كريم جدا رحيم جدا. حتى لو كانت يعني ضاقت، فبقول لك ما ضاقت الا ما فرجت. فعايزه اقول لكم ان كان كل سنه ربنا بيبعت رزقها، ما كنتش ببقى حاسبه لها، ما كنتش ببقى عارفه هعمل ايه. لقيتها بسم الله ما شاء الله بقت اضعاف مضاعفه. تاني سنه عملتها، شويت برضو الفراخ بره و... وجبنا وشوينا الكفته. تالت سنه بقت 120 وجبه، عمري ما هنسى اليوم ده والله العظيم. كانوا 120 او 130. عملنا الحاجه في بيتنا احنا. كنت عامله مكرونه بشاميل. المكرونه البشاميل كنت عاملاها برضو، هتلاقوها في فيديو من فيديوهات عن القناه عندكم. عملتها ما عملتهاش كده في صينيه وقطعتها يعني وحطيتها في علب، وقلت لا لا انا عملت العلب، جبت اللي هي الحاجات اللي بتخش الفرن، اللي هي الفويل، وبقيت احط المكرونه باللحمه المفرومه، اللي هي المكرونه بالبشاميل في قلب الفرن، وبقينا نسويها. ما شاء الله طلعت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وكمان كنت عامله بانيه وسمبوسك. كنت حاطه البشاميل وبانيه وسمبوسك، ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. وكمان كنت عامله بانيه وفراخ، يعني عملت بانيه وفراخ وسمبوسك ما شاء الله. فدايما دايما دايما كنت بلاقي ربنا دايما بيشجعني على الحاجة دي، بيبعت رزقها من واسع أضعاف مضاعفة. تالت سنة اللي هي السنة اللي فاتت، جبنا شيف عندنا طباخ، فجبناه عمل حاجة. السنة اللي قبل اللي فاتت بعدها السنة اللي فاتت برضو نفس النظام، وجبات كفتة وفراخ مشوية. ليه بعمل كده؟ بعمل كده لأن بعمل الحاجة اللي احنا بنحبها وبناكلها وبأحسن حاجة وبأحسن طريقة. لان يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عشان تنالي بر ربنا قوي، وتاخدي زي احسن درجة عند ربنا، تحصلي على احسن درجة، تعملي الحاجة اللي انت بتحبيها. الحاجة اللي انت بتحبيها دي اللي انت تعملي الحاجة المحببة لقلبك. اكتر حاجة انت بتحبيها، اكتر اكلة انت بتحبيها، دي اللي بتقع في ايد ربنا قبل ما تقع في ايد العبد، فعشان ربنا يديكي اعلى اجر. فطبعا الحمد لله كنت مبسوطة جدا 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 وانا بعمل الوجبات دي وبوزعها. كنت فرحانة جدا. يا رب يا رب يا رب يرزقكم طعم الفرحة دي، ويا رب يوسع على كل الناس وتعمل وجبات وتعمل إطعام. يا رب يا رب بجد. يرزقكم من حيث لا تحتسبوا. طبعا كنت مبسوطة جدا. الفيديو زي ما انتم شايفينه كان حلو ومشجع، وكمان لو عندك أطفال فبتلاقيهم حابين الموضوع، بيشاركوا بيساعدوا، بيكبروا ان هم على الفكرة دي، ان هم يطعموا الطعام او يساعدوا لحد محتاج او كده. عايزه اقول لكم كمان الحاجات دي راحت مستشفيات الناس اللي قاعده بره في الانتظار مستنيين اهاليها. آه، الناس اللي قاعده في الاشارات، البائعين اللي هم بيتجولوا في الشارع. آه، الحمد لله. يا رب يرزق كل الناس ويعملوا كده وإطعام ويعملوا خير كتير. يا رب يا رب يشفي عثمان ابن المغرب. وشكرا لحمادة بجد، حد محترم جدا هو اللي مساهم في الموضوع ده بنية الشفاء لعثمان. يا رب يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض. والحمد لله هنا بقى كنا خلاص وحطينا الحاجة في اكياس ومعاها كمان العصير بتاعها. وشوف